يعني أسألك سؤال بصيغة أخرى. هذه الاستراتيجية التي يعني ذكرها البعض أو وصفها البعض بأنها استراتيجية الأرض المحروقة أو الصدمة والرعب، هل من الممكن أن تؤتي ثمارها؟ لا، الصدمة دي بتبقى حاجة بسيطة. الصدمة ان انت كده تتخض، بسم الله الرحمن الرحيم، دي الصدمة. لكن دي مش صدمة، دي إبادة. فيه الصدمة دي يعني عايزة 6 فولت. انت ممكن 6 فولت، وممكن انت يعني عشان بتشتغل كتير ما تحسش بال 6 فولت، تتكهرب عند 12 فولت. لكن دي 3000 فولت. دي فولت عالي، ده فولت عالي. هل من الممكن أن يؤتي ثمار يا دكتور؟ هل من الممكن أن يعيد حاجز الخوف الذي كسره المصريون في ثورة 25 من يناير؟ لا 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 لا، بس هو في تصور المستشار السياسي للنظام القائم، وهو يعني رجل مصطفى حجازي. لا 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 لا، المستشار السياسي الحقيقي اللي في السر، اللي هو مكتبته اتحرقت قريب ده، مش هنقول اسمه يعني. محمد حسنين كان هو اللي مكتبته اتحرقت يعني. لا لا، في ناس كتير مكتباتهم اتحرقت، ما بتجيبش اسامي. في ناس انت عارف، في الناس المصريين في اسامي كده يقولوا عليها اللي ما يتسماش، يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبتاع. ففي ناس كده بسم الله الرحمن الرحيم ما بنجيبش اساميهم. هو نظريته كده، ان انت لابد ان تعيد 54 وتعمل تفجيرات زي ما عبد الناصر، يعني الكتالوج. بل في رأي انه تعيد اتاتورك.